وصفتنا اليوم من أروع الوصفات يلي أنا جربتها ومن أسهلهم. رح نطبخ اليوم المندي بطريقة جديدة، أكيد رح تحبوها. بس قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك ويلا نبلش. وهدول هن المقادير: عنا التوابل وعنا المطيبات وعنا الفروجي غاسلتها ومنشفتها كتير منيح. وهلأ رح نبلش طبخ فورا. التوابل يلي استخدمتها: ملح، بهارات مشكلة، وبودرة زعفران، وبابريكا، وهيل، وبودرة الثوم. وأكيد بإمكانكم تضيفوا التوابل يلي انتم معتمدينها بتبلة الفروج. وهلا عم حط عليهم شوية زيت، بدي حركهم مشان تبل الفروج فيهم. وهلا رح اجيب الفروج وبلش احط التبلة عليه وادعكه كتير منيح واعمل له مساج واحط التبلة تحت الجلد وفوق الجلد، يعني بدي تبله كتير كتير منيح. طبعا وبامكانكم نضيفه اذا ما عندكم بودرة الزعفران اللي هي العصفر العادي، بامكانكم نضيفه صبغة، يعني بيعطيها لون حلو كتير للفروج. وبهذا الوقت اذا ما عملتوا لي لايك على الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا رح نزلها. عم حاول نقلكم كتير وصفات سهلة وسريعة تكون. انا وقت بشوفكم عم تحبوا فيديوهاتي رح ابذل كل جهدي حتى انقلكم وصفات كتير تحبوها وتكون سريعة التحضير. وهلا بعد ما دعكت الفروج كتير كتير منيح وحطيت التبلة من فوق الجلد وتحت الجلد وغرقته تغريق بالتبلة، هلا هيك صار عنا جاهز. وهلا شوفوا كيف رح نطبق المندي. عنا هون فليفلة خضراء وبصل وحبتين لومي وورق غار وتوم، رح احطهم بالطنجرة كلياتهم ورح حط لهم معلقتين زيت. رح حطهم على النار دقيقتين مو اكتر، طبعا هاي المرحلة اختيارية بس جربوها بتعطي المندي طعمة طيبة. وهلا بعد دقيقتين رح حط عليهم مباشرة الرز المغسول، مو نقعته بس غاسلته. ولكل كاسة الرز رح استخدم كاسة ونص مي. هلا المي اللي انا حطيتها مي مغليه مشان تستوي اسرع بالفرن، يعني هذا الوقت انا اختصرته ففورا حطيت مي مغليه. بامكانكم تحطوا مي فاتره، يعني هذا الشيء بوعد لإلكم. وهلا عم حط الملح والهيل ورشة فلفل، وهيك صارت عنا جاهزة. رح اعطيها تقليبة سريعة وغطيها بالسلوفان. وانا رح احط طبقتين من السلوفان يلي هو القصدير مثل ما شايفين مشان وقت حط الفروج يتحمل. شايفين كيف عم بعمل؟ واضغطها شوي لتحت مشان حط الفروج. وانا رح احط فوق القصدير ورقة زبدة مشان احط الفروج عليها، لانه اذا بدي احط الفروج مباشرة فوق القصدير رح يلزق ورح يعذبني شوي، فلذلك حطيت ورقة زبدة. وهلا انا عم ثقب الورقة الزبدة مع القصدير مشان دهن الفروج ينزل على الرز ويتسقسق بهالدهن. يا سلام. وهلا بعد ما خلصت تثقيب ورق الزبدة وحطيت الفروج عليها، رح ارجع ثقبها هيك بهذا الشكل، وبدي احاول ثقبها قد ما بقدر يعني. وكل ما ثقبتها اكتر بتتسقسق اكتر واكتر. والتبلة يلي كنت حاطة فيها الفروج رح احطها فوقهم بهذا الشكل، بس رح اخلي شوي. هلا بتشوفوا ليش رح اخلي شوي. وهلا رح ارجع اغطيها بورق زبدة ورح ارجع احط كمان طبقتين من القصدير بهذا الشكل مشان اضمن انه الفروج يذوب ذوبان. وهيك بكون غلفته بشكل ممتاز. وطبعا انا عم قلكن هاي الشغلات مشان تضمنوا نجاح الوصفة 100% مثل ما نجحت معي. وهلا رح احطهم بالفرن لمدة ساعة وربع عالضبط، بتكون صارت عنا جاهزة. وهلا هيك خلصت. يعني هاي الوصفة رائعة وخاصة للعزايم. اذا واحد عنده عزيمة بده يعمل طبختين بيعمل هاي الطبخة بيحطها بالفرن، خلص صارت جاهزة ومباشرة بيعمل الطبخة الثانية، يعني خلص ارتاح من الطبخة الاولى. وشفتوا التبلة اللي قلتلكم رح خلي منها شوي، هلا رح استخدمها مشان حمر الفروج. طبعا هو استوى وراح نيفة، بس هلا بدي احمره مشان الشكل الحلو. ورح استخدم نص ليموني، رح تتفاجئوا بس رح يعطي الفروج طعمة كتير طيبة، يعني هيك فيها شوية حموضة. ورح رجعه على الفرن لمدة ربع ساعة بس مشان يتحمر. وهيك صار جاهز. شايفين لونه ما احلاه؟ عن جد روعة. لازم تجربوا هاي الوصفة لازم. وطبعا نحن كستات بيوت بدنا كتير وصفات تكون طيبة وسريعة وما بدها جلي، هذا اهم شيء. وهلا تعالوا نشوف الرز شو صار فيه بعد ساعة ونص بالفرن.
وهلا هيك عم شيل السلوفان عنه. يا عيني على هالريحة الطيبة يلي طلعت وقت شلت السلوفان. وشوفوا لي حبات الرز كيف طالعين مفرفدين، كل حبة لحال. وشوفوا لي الألوان، هالوصفة فعلا رائعة. وهلأ بهاي المرحلة رح رجع الفروج لقلب الطنجرة فوق الرز مشان دخلهم كلياتهم مع بعض. هلأ رح احط فحمة وحط فوقها شوية زيت، وبس حطيت الزيت فورا رح اغطيهم. هاي المرحلة حتعطينا الطعمة الطيبة يلي بنحصل عليها بالمطاعم والمناسف الجاهزة. رح اتركهم مع بعض 5 دقايق بس حتى يتدخنوا منيح، وغطيهم كتير منيح. وهيك صاروا جاهزين بعد 5 دقايق. وهلأ صار وقت التقديم. وهلأ بلشنا بسكب الصحن المندي وبلشت الروايح تطلع. وشوفولي على هالمنظر ما احلى، حبات الرز والالوان يعني عن جد شي روعة. وهلأ عم نحط الفروج. وطبعا اكيد كل شخص وإله طريقته الخاصة بالتقديم وبتزيين الطبق. هلا هو ما في داعي يتزين يعني لانه شكله لحاله هيك بشهي. هون انا بحط البابريكا الحمراء وحبات الليمون هيك مشان الالوان. وهيك بيكون صار الطبق عنا جاهز. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل شي جديد. وهلا صار لازم اودعكم. باي.